اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لما تبقي قاعده كده الساعه 9 بالليل وتبصي تلاقي ابنك جاي يقولك اعملي لصاحبي اكل عشان خاطر هو بقاله طول اليوم ما كلش. قلت له خلاص ماشي. دخلت على المطبخ جبت الحليب حطيته على البوتاجاز يغلي، وجبت كده الرز غسلته وجهزته حطيته في البرام. بعد بقى كده ما تحطيه في البرام هتحطي معاه معلقه ملح، هتحطي هما دول ريفي فبيحب يحط سكر في قلب الرز ماشي. فانا قلت عشان خاطر اللي هياكل الباقيين كده عندهم دايت فحطيت سكر دايت عشان النفس اماره بالسوء. حطيت باكوين سكر استيفيا ومسكتهم قلبت الدنيا دي كلها مع بعضها بمعلقه زيت زي ما احنا متعودين، معلقتين زيت، معلقه كبيره كبشه لان انا عامله كميه كبيره برام كبير ماشي. وافضل اقلب فيه لغايه ما ينسجم كويس مع بعض. وخلي بالكم كل التريكات اللي بقول لكم عليها بتخلي الرز بتاعكم يستوي بسرعه. الحليب عندي على البوتاجاز غلى، يلا جبته بقى ونزلته، هيقوم معاكي الرز بسرعه ويطلع معاكي تحفه جدا وجميل. يلا بينا بقى ايه اهو ما شاء الله تبارك الله بقى كويس جدا. هنبدا بقى. كان عندي قشطه رحت مطلعاها مكان مغليه الحليب ورحت منزلاها، ويلا بقى على الفرن، ما احنا جايلنا ضيوف فلازم نكرمهم كويس. وخلاص كده حطيته في الصاج وهدخله الفرن، ويلا بينا طلع ما شاء الله جميل. حطيت عليه السمنه الفلاحي وخلاص كده استوى. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اسهل حاجه تعمليها وقت ما تكوني كده هي البطاطس، صينيه البطاطس. يلا بينا جبنا صينيه البطاطس، جبنا البطاطس بتاعتنا كيلو، مسكته قطعته حلقات لان طلع سحبه جايب سحبه وسحبه، ف بسم الله ما شاء الله رب تنو عامر يا رب. جبت بصله كده وقطعتها كده سريع مكعبات مع البطاطس. حطي ملح وفلفل، ابدأي بقى قلبي الدنيا دي كلها كده مع بعض وتبليها وبهريها كويس. صينيه البطاطس لما تعتقيها وتديها كده تقليبه كويسه تطلع معاكي جميله ورهيبه وطعمها يبقى حكايه الحكايه. حطي بقى ورق لورا عندك عصاج، حطيت طبعا انا عصاج بعد ما حطيت في الصينيه وقلبت ونزلت كله كده على بعضه بقى في قلب الصينيه. هنزل عليها بالصلصه. العصاج بيبقى عندي سريع، انا ما عنديش لحمه، العاده بخلي يعني لحمه عندي مسلوقه بس انا لسه ما عملتش كسلانه شويه، فقلت خلاص انا عندي عصاج. طلعت العصاج وحطيته كده في صينيه البطاطس مع البطاطس وحطيته الجزء التاني فوقيه. ويلا بينا نازله بالصلصه عماله اصفي فيها لغايه ما ظبطتها، لقيتها كانت ناقصه شويه طماطم، رجعت تاني عملت لها. وطبعا زيت الزيتون، لازم الاكل يبقى صحي بتاعنا جميل جدا ومفيد. وكمان عملت ايه، حطيتها على البوتاجاز عشان تتعمل بسرعه، وكان الرز الحمد لله استوى، وكمان الفرخه بتاعتنا اتشوت. قالوا بصوا برضو الرز خطير بعد ما حطيت عليه السمنه وطلعته. خلاص كده كل اكلنا جاهز مع بعضه ما شاء الله تبارك الله. قرفته كانت جميله سهله جدا وبسيطه، والحاجات المنقذه السريعه دي بتبقى جميله جدا. جربوا واعملوا.